السلام عليكم أصحاب الكلاب وعشاق الحيوانات. اليوم غادي نهضروا على واحد المهنة، دوغ ووكر. خدمة زوينة وممتعة اللي كتقدر تكون مصدر دخل جانبي أو أساسي حسب اختيارك. شنو هي الخدمة؟ تمشي الكلاب في الحديقة، في الشارع وحتى في البحر باش يبقاو فرحانين وصحيحين، وتلعب معاهم وتنشطهم باش ما يملوش وباش ما يجيهمش الاكتئاب، باش تقوى صحتهم، وتكون مراقب ديال السلوك ديالهم وصحتهم في الخارج، وحتى تقديم نصائح لأصحابهم على التغذية ولا الراحة. وبعض المرات تقدر تزيد خدمة إضافية بحال التدريب بسيط أو عناية في الدار. مهنة أساسية ولا جانبية؟ جانبية تقدر تبدا بها وانت خدام في خدمة أخرى، على خاصك ساعة ولا ساعتين في النهار، وهادشي كافي لبعض الزبناء. أما اللي بغا يديرها أساسية، إلا كان عندك بزاف ديال الكلاب وكنتي منظم، تقدر تولي مصدر دخل مستمر وتبني سمعة مزيانة بزاف في المدينة. إوا شحال راتب الدخل؟ في الولايات المتحدة دوغ ووركرز كيتخلصوا تقريبا بين 15 ل 30 دولار، بين 15 30 دولار في الساعة. إوا هنا تيجي عاوتاني على حساب الحجم ديال الكلب، واش كلب صغير ولا كانيش، والمدينة والخدمة الإضافية، وعاد تزيدهم ديك الخدمات. بعض الناس كيستعملوا باك، يعني باك كيكون ديال الأسبوع. مثلا تيقول له أنا غادي تخلصني من الأسبوع لأسبوع ولا من الشهر للشهر، يعني دخل تيكون ثابت بلا ما تضيع له وقت كل مرة. الخدمة ممكن تولي مربحة بزاف إلا كنتي كتخدم مع بزاف ديال الكلاب في النهار، خصوصا إلا ضفتي خدمة إضافية بحال الرعاية في الدار أو التدريب بسيط. عرنا المعدات ما تحتاج والو، حزام أو سلسلة قوية وآمنة وأكياس تنظيف، فضلات، واحد الوعاء ديال الماء الكلاب، ويكون جو زوين والصبر. النصائح المهمة للمبتدئين: تعلم التعامل مع الكلاب مختلفة كبيرة ولا صغيرة، وحاول توصل في المواعيد. وتقدر تزيد خدمة إضافية بحال تدريب الكلاب ولا العناية. باختصار، دوغ ووكينغ مهنة مرنة وممتعة ومربحة، سواء كنتي باغي دخل جانبي أو خدمة أساسية. راه هما الكلاب عزيز عليهم بحال تيعاملوهم بحال الوليدات ديالهم، وبيني وبينك راه تا همايا ومربيين على ولادنا، ادبيو ويتصنتو ويتسخروا، اللي بغيتيها يديروها معاك. إلا كنتي تقلب على هاد المهنة فهي الحرية، وخصك تكون عندك الحركة مع الحيوانات. ايوا هذه هي الخدمة ديال اليوم.